بقى الاستاذ عمرو اديب. الاستاذ عمرو اديب نمره بجد، لانه احسن حد يديلك يعني الكلمه وعكسها، بس لما الامر يرتبط بالاهلي او يرتبط مع الزمالك. والمجد لليوتيوب والارشيف، لان الحقيقه استاذ عمرو اديب لما فشلت مفاوضات الزمالك مع زيزو وقيل انه رايح النادي الاهلي، شاف ان اللي حصل ده حركه سماها غير شريفه. هنشوف ست شريفه واللي بعدها الست مين. حركه مش شريفه، ما اتعملتش بشرف. القضيه في الشغل اللي ما كانش مباشر، في الشغل اللي ما كانش واضح، في الطرق الملتويه اللي ضايقنا انها ما اتلعبتش فير، ما كانش لعب نظيف. هتقول لي وفيها ايه؟ لا ما فيهاش حاجه خالص. هو بس هم ايه؟ كانوا مكتمين بقى. واضح انه النادي الاهلي دلوقتي بقى نادي ميكيافيلي اللي تغلبه العبه. اعمل اللي انت عايزه، المهم المصلحه. اوعى تاني حد يقول لي ده نادي المبادئ. اوعى حد يقول لي ده نادي المبادئ. هاجي لك للكلمه الجارحه دي، لكنه لاجل الست شريفه ولاجل رضا الست شريفه اللي شايفها الاستاذ عمرو غير شريفه. خدوا بالكم، هو نفسه الاستاذ عمرو اديب لما كان رمضان صبحي بينتقل من الاهلي الى بيراميدز كانت الست شريفه ولا مش شريفه؟ اسمعوه هو ذات نفسه قبل ما نديله كلمتين على موضوع المبادئ. انا ملاحظ انه موضوع انتقال رمضان صبحي من الاهلي لبيراميدز عامل مقاسي الفكر بتاعنا بتاع تقبل موضوع الاحتراف. يعني هو الاهلي اللعيبه اللي بتجيله ازاي؟ ما هم كانوا في نادي. يعني ما هو لو الموضوع مش بيلف كده، الاهلي نفسه ما كانش جاله مثلا الشحات، ما كانش جاله جمعه، ما كانش جاله لعيبه كتيره جدا. هل دول مثلا من ابناء النادي؟ هل دول مثلا طالعين من اشبال النادي؟ هو الاحتراف كده، انه بيبقى فيه لعيب، بيبقى فيه سوق. الناس ابتدى بقى يقولوا له ايه؟ وانت مش ابن النادي، وانت خنت. مفيش خيانه ولا في اي حاجه. الكوره ما بقاش فيها الشغل بتاع زمان، اللي هو كابتن حسن شحاته وكابتن فاروق جعفر وكابتن محمود الخطيب وكابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن زيزو وكابتن شوقي وابناء. ما بقاش في حكايه ابناء النادي دي، في ابناء المهنه. ده راجل بيلعب كوره وعنده موهبه بس، ولا هو يعني اللي يمشي من الاهلي يبقى وحش، ولا اللي يجي الاهلي حلو؟ زيه زي الزمالك، زي اي حد راح بيراميدز. الراجل اختياره كده. انا بس بقول لاستاذ عمرو اديب، مش انت اللي تقيم النادي الاهلي خالص، ولا تتكلم على مبادئ الاهلي، ولا تناقش هذا الامر، لان فاقد الشيء لا يعطيه. والدليل، انا مش بشتمك على فكره ولا بتقول عليك، التناقض اللي انت قلته دلوقتي. انت قلت شريفه ووسائل مش شريفه وشغل مش شريف وتكتم ومش عارف ايه وكنت انا اتفرجت على بقيه الحلقه. لو احنا كنا ركزنا معاك الحلقه كلها وقطعنا كلامك، الناس كانت هتشوف وجهك الحقيقي يا عمرو، اللي انت متستر احيانا في قالب من الفكاهه عشان تعديها. لكن انت لما بتتضايق بتطلع طبيعتك، تسب النادي الاهلي، تسب زيزو، تسب وتناقض كل ما امنت به سابقا اذا كنت مؤمنا به، وتسعى للمبادئ. هي مش من ضمن المبادئ برضه يا استاذ عمرو انك لما تبقى مقتنع بحاجه تتمسك بيها؟ هو انت لما قلت
دول ابناء المهنه، والاهلي مش عارف ايه، ولا هو الاهلي ايه، واللي يمشي من الاهلي يبقى خاين. رغم ان موقف زيزو مختلف تماما عن موقف الكابتن رمضان صبحي. كابتن زيزو موقفه مختلف تماما، لان كابتن رمضان صبحي كان له عقد مع ناديه الانجليزي، والنادي الاهلي كان يستعيره كل موسم بمليون استرليني، وبعدين في الاخر قال اشتريه احسن. فكان هناك تفاوض ان يشتري عقده من ناديه. الفكره هنا، وده ابن النادي الاهلي حرفيا. يلي بتقول ولاد النادي الاهلي، لا ده من ناشئ النادي الاهلي طبعا، وكان مشروع بالنسبه للنادي الاهلي. ورغم كده راح ومشي والموضوع انتهى، والناس اتجرحت مش من الانتقال فقط، لان هي كانت معلقه طبعا امال عليه، لكن انه هو هوس ونادي الطموح والكلام ده ضايقت الناس شويه، لكن يبقى حقه. طب هل رمضان صبحي قال لهم ما تتفاوضوش مع النادي الانجليزي عشان انا جاي لي عرض قد كده ومش هروح؟ لا، ما قالش. طب انت نفسك بقى يا استاذ عمرو، لما حبيت تاخد عبد الله السعيد بعد نهايه مده تعاقده، كنت شفاف؟ كنت بتتكلم في الضوء؟ ويعني في فقره عن الحته دي ولا لا؟ هنشوف، لكنه لا، عشان ما فيش لازم نكملها. اتفضل كمل. دي فقره مهمه جدا لانه بيرجعوا لها كتير. في عبد الله السعيد؟ لا، طب عبد الله خليها شويه مرجئه، لانه احنا بنتكلم. ما هي الطريقه، احنا بنتكلم على الطريقه مش على عبد الله. قول. وقتها عبد الله لما اتفق مع نادي الزمالك وخد السنتين مقدم بمبلغ 40 مليون جنيه ساوي النهارده يعني مش عارف كام، 40 مليون وقتها كان الدولار بكام والنهارده بكام. هتجد انك تحط يعني يقترب من ال 700 800 مليون جنيه. لكن الفكره كلها ان كان النادي الاهلي مش متخيل ان هو قبض المبالغ الكبيره دي ومشي، وبعدين لما اتيح له الفرصه انه يتراجع دون ان يخسر مكتسباته رجع، بس ما كملش في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي وجد ان هذه الارقام قد تضر. انا بقى عايز اتكلم على الطريقه الشريفه اللي هو شايفها. هل كان في طريقه شريفه يعني، والنادي الاهلي كان عارف المبالغ وعارف انه قبض وعارف ان في تفاوض وكان بيتقال الموضوع بالطريقه دي، ولا كانت برضه بطريقه اغرائيه رغم ان الاهلي لم يقدم هذه الاغراءات ولم يصرح بشيء حتى الان؟ والله فانت الحقيقه اللي مضايقني انك تتجرأ على النادي الاهلي طرق شريفه طرق غير شريفه، واوعى تقول لي نادي المبادئ غصب عنك، لان انت مش انت اللي تطلق عليه هذا الكلام. ده تاريخه، نشأته، تصرفاته، ثوابته، الوقائع التي تؤكد هذا المعنى يا استاذ عمرو، اللي من عمر ما شفتك في حياتي فاقد السيطره على ادواتك يا ابن المهنه زي ما شفتك المره دي.